يلا باي. شايفة هذا القلب؟ إيه هذا مني لإلك. تسلمي، يعطيك ألف عافية على القلب. أنا بحبك كتير. السلام عليكم يا جماعة. اللي حوالي أطفال أو حوالي نساء يبعد الهاتف شوي، لأنه رسالة موجهة لأبعد من هيك. قال شايفين هذا القلب؟ شايفي هذا القلب يا شام؟ هذا مني لأليك. لك أنت من قلك القلب يا قحبي، أنت من قلك القلب. 17,300 معتقلة هني وأطفالهن، والأطفال البنات والصبيان صاروا شباب وهني في سجونكم. هلق صرتي إنسانية يا عاهرة أنت وجوزك، صرتوا تحكوا في الإنسانية. حاولتوا خطف طفلة من تحت الأنقاض ولدت 4 مرات والأجهزة الأمنية فشلتكم. هلق جايين عم تتطاولوا لتتصدروا إعلاميا على طفلة أنقذها الدفاع المدني وصدرها الإعلام الثوري، إعلام الثورة. شئتم أم أبيتم إعلام الثورة وفهل كندرة اللي عجبه واللي ما عجبه. الإعلام الثوري هو اللي صدرها وطالعها لتتعالج. شام إذا أنت عم بتشوفي الفيديو بعرف عم بتتابعي أو عم بتشوفي. من امبارح حكيتي معي وقلت لي أنا بحبك كثير وأنا بحبك ولهلق بحبك، بس سامحيني أبوك قطع النخوي من روس الزلم، قطع النخوي من روسنا، قطع النخوي من روس كل الشباب الثوريين والثوار الموجودين هون. 3 أيام حرقة قلب ونحن عم نكافح، ما خلينا اسم. يوم اللي تخلت كل العالم عن المسؤوليات أمام شام، كل العالم تخلى، كل مين صار يرجع لورا خطوة. انه انت صورت انت ايه، نحن نتحمل مسؤولية كل شيء. نحن رجال بنوقف امام مسؤولياتنا، امام اخطائنا. اللي بيقعد في البيت ما حدا بيحكي عليه، اللي بيقعد في البيت ما حدا بيلومه على شيء. اللي بده ينظر يطلع يفرجينا حاله في الشارع. طلع اشتغل وما عليك. مين من كان بيقعد بيطقع فصوص حد الصوبة وبيكتب على الفيسبوك والله شايفين كيف صارت في كذا وين صارت وكذا. انا بيهمني انه صحتها هلا حاليا بخير، لانه هي ما ذنبها، هي طفله. بس تكبر بتعرف اشو يعني اللي عم بيصير هلا، وقتها بنكون كل مين صار وراح وغيره وغيراته. بس هذا القلب اكثر شيء يعني عجبني. هذا القلب، هذا القلب يا عاهرة، انت عندك قلب. طيب شام هي طفله من مئات الاطفال اللي تعرضوا للهرس. ليش يا لك والله العظيم انا عيب علي احكي بطريقه سوقيه، بس انتوا وسخ ونشح ما بينحكى معكم غير بهي الطريقه. عجب ما شفتوا بقيه الاطفال، عجب عملت المستحيل لقدرت طالعك. لك انت خريه ما بتقدري بتطالعي، انت بدك تطالعي طفلي ولا غيرها. بكل الاحوال انتوا مجرمين وعلى العلن، وكل العالم لازم يعرف المجرم بشار الأسد ومحروق الروح حافظ الأسد أبوه وأنيسي مرته، وأنت ما بتفرقي شيء عنهم. مجرمي موجودين عندكم مئات الأطفال ومئات النساء موجودين في السجون وفي المعتقلات. شام عاشت 1000 زلزال وتهجرت من تل منيس، من ريف إدلب الشرقي. تل منيس قلنا فيها تقارير وأنتم عم تدمروها، ونلنا فيها تقارير ونحن عم نوثق المجازر من الصاروخ في الطيران الروسي ومن البرميل في الطيران التابع لنظام الأسد المجرم الإرهابي. أنتوا الإرهاب، وبتمثلوا بدكم تغسلوا عاركم في طفلة أو في ترند أو في غيره. والله خسئتم. مهما كانت السهام علينا قاسية نحن بنتحمل. السهام هي اختصاص الرجال، ونحن رجال بنضل واقفين على رجلينا. مهما كان من الحوش اشتغل علينا ليسقطنا نحن ما بنسقط. هذا القلب اللي بدك تهديه اياه نحن رح نهديكم خازوق في اسفل جوزك وفي اسفلك. الايام جاي، والوعد وعد الحق، ووعد الرجال وعدهم حق. اقسم بالله العظيم لننتصر غصب عنك وغصب عن جوزك وغصب عن كل كلب، سواء كان مخفي في المناطق المحررة ومتخبي، وسواء كان معلن امامكم وعلى غيره. والله العظيم لننتصر غصب عنكم في هدول الاطفال. هدول الأطفال بذاتهم نفسهم نحن بدنا ننتصر بإذن الله فيهم، وفي الرجال اللي موجودين في المناطق المحررة أينما كانوا. بدك تنظر حبيب القلب، نظر على كيفك، والله ما بيتنظر غير على الظلم. وأنت إذا كنت من النساء ما خرجك توقف مع الظلم، خليك متخبي عند النسوان ونحن راضيين في كلامك علينا وعلى غيرنا. أبو عمر، أبو شام، يعني ما كنت بتعلق في قشي؟ لا تقول لي انك مجبور.
ولا تقول لي انك مغصوب. ما حدا بيجبرك على شيء ابدا. كان بامكانك تحط اي حجه، اي حجه إن كانت، وما تخلي بنتك تطلع على الاعلام مع اكبر مجرمه ساهمت في قتل مئات الاطفال. تطلع، ما هو ضروري اللي بده يقتل في سكين ويذبح في بارود، اللي بيقتل هو اللي مسؤول عن كل شيء، وهو عم بيدعم القتل وبيدعم غيره وغيرته. مين اللي هجرك من تل منيس؟ مين اللي دمر بيتك؟ مين اللي قتل اخوك؟ مين اللي قتله؟ لا تقل لي والله مجبر وما مجبر. تمام؟ بكل الاحوال نحن بيهمنا سلامة اطفالنا، وكل شيء بيرجع لمكانه، كل حق بده يبين وبده يظهر، ما في اي مشكلة عليه. بس المهم انت تعرف انك خسرت الحق باي وجه كان. ترى كلياتنا ميتين، بجوز انت تنام ما تفيق في جلطة، وانا وقتها بدي صفق لك على حسن الخاتمي. قال لك ولا غيرك؟ السلام عليكم.